أهلا بكم في قناة خوكم لبنينا، قناة الكميات الصغيرة والأولى على اليوتيوب. جمعتكم مباركة إن شاء الله للجميع. اليوم إن شاء الله نديروا هذه البريوشة الصغيرة رائعة خفيفة قطنية كما راكم تلاحظوا. نكيلو فقط بالملعقة تاع الأكل، وراح نعطيها لكم بالغرام. المقادير أكيد كيلي أختي بأي ملعقة أكل عندك. كنت درت البارح ودرت لكم اون شورت سور sur TikTok et sur YouTube. J'ai fait une courte vidéo تاع هذه الغريبية الرائعة، 10 فقط بكيلة قبلي قهوة رائعة مشقة وبدون خميرة الحلوى على طريقة زمان. درت 10 من أروع ما يكون، تجي فارغة من الداخل. مقادير بسيطة، تعرفوا الغريبية كامل. وانا من عشاق، اعوذ بالله من كلمة انا، من عشاق الغريبية. درت 10 ولا غير كليت البارح 5، جات ماشي حلوة، هشيشة تذوب في الفم. جيبي اي ملعقة اكل اختي الكريمة وروحي نديرو هذه البريوشة الصغيرة. انا عادة البريوش نديرو في الدار، صغيرة تاع 12 سنتيمتر، خفيفة ولا أخف من القطن. صلوا على النبي. بسم الله. في هذا الإناء راح نكيلو إذن بملعقة أكل، أي ملعقة أكل عندك أختي. مقادير نعطيها لكم توت فاسون بالغرام إن شاء الله. عندي 5 ملاعق أكل تاع حليب يكون دافي. هملك معكم على الصورة، درت 5 ملاعق حليب دافي. هيليك إذن الرابعة والخامسة معكم. درت هنا نص ملعقة قهوة تاع خميرة الخبز، نص ملعقة قهوة ولا ملعقة قهوة ممسوحة. وندير إذن هنا ملعقة أكل معمرة سكر. ندير لوفان تاعي هنا، زدت كما راكم تلاحظوا هايليك هذيك الملعقة تاع السكر. وندير ملعقة تاع الفارينة مغربلة. أنا غربلتها وجدتها ملعقة معمرة فارينة. نخلط ونخليه يتفاعل ربع ساعة. ندوب مليح هذاك السكر في هذه المرحلة، نغطيه نخليه في مكان دافي يتفاعل ربع ساعة ولا 15 دقيقة. هنا نزيد ملعقة قهوة تاع بياض البيض، وندير 2 ملاعق أكل تاع زيت نباتي. بعد ما تفاعل 15 دقيقة درت مبشور نص حبة تاع ليمون مع عصرة تاع عصير الليمون. أنا عندي 1 2 3 كما راكم تلاحظوا 4 نعم تاع فرينة ملاعق مغربلتها، لميتها ودرت قطرة عطر الفانيلا كما راكم تلاحظوا. درت 1 غرام تاع خميرة الحلوى، درت الملح اللي هو 2 غرامات، مع إذن ربع ملعقة قهوة تاع زبدة ولا مارغرين بحرارة الغرفة. تجيكم تتلاصقوا بعد كي ديروا هذيك الزبدة، دخلوها خلوها تخمر. في هذه المرحلة خمرت، نحطها هنا على ورق الطهي كما راكم تلاحظوا. نغطيها دقيقة ولا 2 فقط ترتاح، ومن بعد نخبزها. إلا حبيتوا تجيكم على شكل لامونة ديروها 14 سنتيمتر. إلا حبيتوا كيما خوكم البنينة تجيكم بريوشة ديروها إذن 12 سنتيمتر، تجي منبلة العجينة. هنا تعرفوا باللي البريوش نتاعكم ناجح. خبزتها إذن في سنيوة وغطيت عليها وخليتها تزيد تخمر نص ساعة. لازم تبعوا برك المدة الزمنية مع طريقة التحضير، راح تنجحوا في أي وصفة تاع بريوش عطيتها لكم على القناة. خذيت نص حبة بيض، درت لها قطرات عطر الفانيلا، نص ساعة لازم تخمر. ودرت قطرات تاع حليب ولا قهوة ولا ديروا واش تحبوا. هذا الخليط راح يعطيكم واحد اللون من أروع ما يكون. راح تشوفوا في الأخير النتيجة. دهنتها بهذاك نص صفر تاع البيض، درت رقائق اللوز من الفوق كما راكم تلاحظوا، ولا ديروا جنجلان ولا أي حاجة تحبوها للتزيين. ونحطها تطيب على 200 درجة. الفرن تاعكم لازم يكون سخون مليح، غير ربع ساعة فقط ولا 18 دقيقة. هيليك معكم إذن. بسم الله ما شاء الله طابت. خليتها بردت شوية فقط، جيكم بلون ذهبي شباب. vous allez avoir une couleur bien dorée, un beau joli miel comme couleur من الفوق. خلوها تبرد مليح ومبحشوها بالشوكولا ولا استهلكوها بالصحة والراحة. هكذا تجي خفيفة فعلا قطنية صغيرة الحجم بكيلة ملعقة، وفقط في قناة خوكم
البنينة بطريقة مختصرة. كنا درنا اليوم اون بريوش ولا اون بوتيت بريوش فوغي او شوكولا بعد ما بردت. اذا درت النص تاعها بسكر ناعم. كنا درناها بكيلة ملعقة اكل خفيفة قطنية محشية شوكولا. اذا نأكد ونعاود بردت وحشيتها الشوكولاتة الطلية نوعية جيدة تجي أخف من القطن. ريحة الليمون فيها والله غير من أروع ما يكون لشخص أو شخصين فقط أو للعائلات الصغيرة. كما عودتكم على القناة وبكيلة قوبلي قهوة. إذا كما عودتكم دائما في الفيديوهات نتاعي وعلى قناتي درت 10 تاع هذه الغريبية على طريقة زمان مشقة بدون خميرة الحلوى. جات بنينة تقطر بالبنة. Cette petite brioche du coup est divinement délicieuse et légère comme une plume. محشية avec un bon chocolat à tartiner. صغيرة روعة. أما عن هذه الغريبية الفارغة الداخل ما عندي ما نقولكم تهبل. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة تاع هذه البريوشة الصغيرة صغيرة جدا 12 سنتيمتر فقط في قناتكم البنينة. جمعتكم مباركة إن شاء الله مرة أخرى. ما تنسونيش بجام وتعليق شباب من فضلكم وإلى اللقاء.